مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير وبصحة وعافية. بالبداية أريد أقول إنه الله يفرجها على أهلنا فلسطين، على الوضع اللي دا يصير وياهم. قلبنا وياكم. للأمانة أنا صار لي فترة كلش هواية إذا تشوفون بالسوشيال ميديا مدى أدخل مدى أنشر أشياء، يعني مدى أتفرج. شايفين هاي يعني ما أعرف شلون أوصفها، بس هذول الأشخاص اللي يصير عندهم الذاكرة البصرية بحيث إنه إذا يشوفون صورة أو فيديو تتخزن بالذاكرة ويقومون يحلمون بالليل، وإذا نايم بالغرفة بوحدة يفتح ضوء. يعني ما أدري، هو يعني أنا هذا الشي دا يصير وياي. فقمت كش ابتعدت عن هاي الشغلات، قمت أطلع أغير مكاني، أغير جو، أرجع شغلي لهاي، لأنه الشي قام يأثر حتى يعني عن نفسية هواية. النقطة اللي أريد أحكي بيها كمية الرسايل اللي وصلتني لأن أني مختفية، بقيت صافنة. اللي يقول إنتي مختفية، اللي كاتب لي مبتعدة عن متابعينك، وهاي مال إنه شلون والله مشاهير يشوفون نفسهم ويبطلون يجاوبون على متابعين أو ما يحشون ياهم. طبعا أخذتها صافنة، صار ساعة. عفكم من صوتي، أني كلش فلاونزة. يعني شكرا هواي على السأل عني، شكرا على اللي سأل عن ماما. هاي الفترة هواي أشياء صارت، بس الحمد لله والشكر كنا بخير. الإنفلونزا بسبب تغيير الجو، تعرفون يعني باردة حارة وهاي الأشياء. حقكم عليا لأن أنا مختفية. صفنت أخذتها صفنة هواية إنه أنا صح جديات كلش مبتعدة عن متابعيني. أنا مو مثل قبل، أنا مو مثل الأيام كنا نقعد نسولف وهاي. ما أدري، هي الشغلة ما لها علاقة. هي الفكرة إنه أني الفترة اللي راحت كنت مشغولة بهواي شغلات، فاليوم أقعد أسولف لكم عليها. الشغلات يعني كانت شلون أقول لكم، مو طاقة سلبية، وإنما هيك يعني شلون ستريس وكذا. مو مال إنه أقعد أفتح كاميرا وأسولف وياكم، وأنا أصلا يعني تعودتوا علي، يعني إنه أنا دائما أكون إيجابية وياكم وكذا هيجي. فدا أحس إنه طاقتي مو يعني شلون أقول لكم، مو إنه أطلع أنطي طاقة إيجابية، لأنه الوضع كله ما يتحمل الواحد ينطي طاقة إيجابية. دوبك نكمل شغلنا وأشيائنا اللي إحنا أصلا التزاماتنا القديمة اللي موقعين عليها واللي مسوين، نكملها هاي الفترة حتى بس إنه نكمل التزامات اللي علينا، بس كنفسيا نحاول نسترجع الطاقة والأشياء الحلوة اللي بحياتنا. الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله على كل شيء. أنا أحبكم هواية، وأعرف العتب والحكي وهاي السوالف من حقكم، بس أكو يعني هواي شغلات مختلطة، فموضوع يعني متدرج يحتاج الواحد يقعد ويسولف فيه. وهاي اليوم جيت الأربيل حتى أشوف الإيفنت مال تكنو، تليفونهم الجديد. كانت الأجواء كلش حلوة. التليفون حبيته، هو هيك كيوت بحيث انه من ينطبق تطلع بيه هذول الانيميشن مال بزازين. هاي النقطة حبيته، وحبيت انه هو صديق للبيئة بالجلد مالته المستخدم وهواي شغلات. بس يعني رتقلكم انا اشتاقت لكم هواية واحبكم، وشكرا على رسائلكم، بوساتي لكم.